ابني عايز يصمم العاب، بس انا شايفه ان هي حاجه غير مفيده بصراحه ليه او للناس اللي حواليه. تصميم الالعاب او الجيم ديفلوبمنت واي حد بيشتغل فيها بتعلمه مهارات حلوه جدا، ان انت لازم تشتغل على الديزاين بتاع الجيم، مستويات مختلفه للجيم، تحديات مختلفه في الجيم، وازاي في يوم من الايام ان انت تقدر تعمل ابديتس كتيره في الجيم ديت. بس الفكره كلها ان احنا نقدر نخلي ولادنا يعملوا جيمز مفيده، وانا هنا مش بتكلم على الابلكيشنز التعليميه، لا انا بتكلم على جيمز زي فورتنايت وسب واي، الحاجات اللي بتشد الولاد وبيحبوا ان هم يلعبوها. طب ليه الجيمز ديت ما تبقاش مليانه معلومات قيمه جدا من جميع المجالات، اذا كان بقى ثقافيه، تاريخيا، جغرافيا، علوم، حساب، اي حاجه، ودينيه كمان. ليه الولد ما يلعبش الجيم مثلا بتاعه الحرب، وتبقى بتتكلم الحرب دي عن حقبه معينه فعلا حصلت في التاريخ، باسم الحرب اللي بتحصل، بالقاده اللي كانوا موجودين ساعتها، بيسالوا اسئله عن الحرب ديت، لما يجاوبها يقدر ان هو مثلا ياخد حاجات في الجيم ديت، وبكده يبقى هو استمتع بوقته واتعلم في نفس الوقت حاجه جديده. يا ريت تكتبوا لنا رايكم في الموضوع دوت، وتابعونا